علاش كنضرب تمارة ديال بصح في الخدمة وكنخدم سوايع أكتر من اللازم، 10 12 ساعة ومازالني في بلاصتي. المشكل ماشي في التمارة اللي كتضرب ولا في السوايع اللي كتخدم، بالعكس. دابا المشكل فين كاين؟ هو أن التعب بوحدو ما كيصنعش حياة مزيانة. حنا تربينا على فكرة وحدة: خدم بزاف وغادي تنجح. ولكن ما قالوش لينا شنو نوع د الخدمة ولا فين خاصنا نحطو هاد التعب. الا خدمتي في شي حاجة ما كتزيدكش مهارة وما كتعلمكش ولا ما كتعطيكش قيمة في السوق، راه التعب ديالك كيمشي في طبيعة الحال في الخاوي. نعطيك واحد المثال: واحد خدام كيدير نفس الخدمة، نفس الصالير، نفس الضغط. ملي كيخرج من الخدمة ما كيتعلم حتى مهارة جديدة. التعب كامل مع الوقت كيولي غير إرهاق فقط. وفي المقابل واحد آخر خدام حتى هو، ولكن كيتعلم مهارة في الكمبيوتر، ولا كيتعلم كيفاش يتعامل مع الزبناء، ولا كيتعلم التجارة، ولا حتى حرفة كيطور فيها راسو. هاد الشخص حتى ولو كان عنده الصالير ديالو قليل في الأول، مع الوقت كتطلع القيمة ديالو كشخص. كاين فرق كبير بين واحد كيتعب وواحد آخر كيبني. الأول كيسالي النهار وهو عيان، والاخر كيسالي النهار وهو زايد خطوه لقدام. المشكل ماشي في الفلوس فقط، المشكل د الوعي. لا سولتك انت دابا واش عارف شنو كتعلم، واش عارف فين غادي توصلك هاد الخدمه من عام ولا عامين، الا ما كانش عندك جواب واضح في دماغك، راه خصك توقف شويه وتراجع الطريق اللي غادي فيها. ماشي كل خدمه كتستاهل عمرك، وماشي كل تعب عنده نتيجه. انا ما قلتش ليك هاد الهضره باش نحبطك، ولكن غير باش تفهمك أن النجاح ما كيجيش غير بالتعب، كيجي بالعقل، بالاختيار وبالصبر وبالاستمرارية في الاتجاه الصحيح.